اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده معانا 5 كيلو ليمون، هنشيل منهم كيلو وتعالوا نشوف هنعمل بال4 كيلو دول ايه. طبعا احنا عارفين السوق كله مش في حاجه تتخلل دلوقتي، الفلفل غالي والليمون غالي، لكن صراحه انا نزلت لقيت الليمون دوت الكيني. تعالوا نشوف النهارده هنعمل بيهم ايه. طيب انا هشيل دلوقتي الليمونه اللي هي حس اللي هي فيها ميه كتير، الليمونه الصفرة كده اللي حس ان هي فيها ميه كتير بشيلها، وتعالوا نشوف بقيه الليمون هنعمل بيه ايه، او هنعمل النهارده احلى ترشي او مخلل او زي ما بيتقال عليه. النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وطريقه مميزه، وهنشوف الاسرار بتاعتنا النهارده. طيب هنمسك الليمون كده نغسله واحده واحده كده ونخليه زي الفل. طب انت تغسليه ليه؟ عشان الميه اللي هتطلع منه احنا محتاجينها، مش هنرمي اي حاجه. تعالوا نشوف دلوقتي بعد ما نغسل الليمون كله بالطريقه ديت هنغسله واحده واحده كده، وبعدين نروح جايين ايه بعد ما نغسله. اهم حاجه بعد ما تغسليه بنروح جايين مغيرين له الميه دي تاني ونروح غسلينه ايه تاني، يعني بغسله مرتين. انا كده غسلته وخلاص كده، بروح جايبه ميه بقى ونروح حاطينه فيها، بس اهم حاجه تكون الميه مغطيه من فوق. الميه غطيته كده من فوق، بنروح جايين حاطينه بقى على البوتاجاز. وتعالوا نشوف دلوقتي بيقعد معايا بالظبط كده من ربع كده على البوتاجاز، او برضه حسب الليمون بتاعك. يعني مش تقول ده هي قالت لي ساعه او ساعه الا ربع او ساعه وربع، لا، في ليمون بيقعد ساعه الا ربع على حسب الليمونه بتاعتك. طيب دلوقتي انا كده حطيته على البوتاجاز، بسم الله ما شاء الله كده خد السوا بتاعه التام كده. طب اعرف ازاي ان هو استوى معايا؟ تعرف ازاي؟ ان الليمونه بتبقى بتتفتح كده من الجنب وتبقى تخر ايه ميتها كده، تعرف ان الليمونه معاكي استوت. ماشي، تعالوا كده بعد ما استوى كده وهنطفي عليه، هنسيب الميه نسيبه يبرد خالص خالص خالص. بعد ما سيبناه برد كده يا جماعه، تعالوا معايا دلوقتي شطه فلاحي ومعايا فلفل احمر كده كله على بعضه. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. بنمسك الشطه بتاعتنا بنفتحها كده من فوق، ومعايا ليمون ومعايا الفلفل الاحمر. تعالوا دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. بجيب الكبه بتاعتي، اول حاجه بعملها ان انا هجيب الكبه بتاعتي وهغسل الفلفل والشطه مع بعض. وتعالوا نشوف دلوقتي اللهم صل على النبي. لو وصلت معايا لغايه هنا مش تنسي تحطي لي احلى لايك وتقولي لي انت بتتابعيني منين، وتقولي ايه رايك في الفيديو بتاعنا النهارده، وايه رايكم في مجموعه الفيديوهات اللي احنا بنعملها. احنا متنوعين وبندنا كده نقول لكم ايه على الفيديو الحلو الجميل اللي احنا بنعمله، تقولي لي ايه رايكم فيه. طيب دلوقتي معايا الكبه نزلت بيها كده بالفلفل الاحمر والاضافات التانية اللي انا هحطها. تعالوا هقول لكم دلوقتي ايه الاضافات اللي انا هحطها مع الفلفل دوت. ماشي، هضربه بس الاول في الكبه كده سريع سريع. وتعالوا الكبه النهارده هتشاركنا كده كام حاجه كده معانا، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بعد ما قطعنا الفلفل الاحمر كله كده، الفلفل الاحمر دوت ما كانش حامي، مش تقلقي منه، عايزاه حامي عايزاه بارد ديت براحتك انت وحسب رغبتك انت. اهم حاجه ان الحاجه لما بتتعمل في البيت بتتعمل بتبقى جميله، وعارفه يعني الحاجه ديت انت عاملاها ازاي وغسلها ازاي وضامنه نظافتها وجودتها. طيب دلوقتي احنا غسلنا الفلفل الاحمر، ضربنا الفلفل الاحمر كده في الخلاط بعد ما غسلناه في الكبه، وبجيب دلوقتي طبق كبير كده وبروح نازله بالفلفل الاحمر كده. هضرب كمان حبه وايه، ونشوف دلوقتي الكميه بتاعتنا. معايا كيسين من الفلفل الاحمر عشان دول كيسين من الملح، سوري كيسين من الملح عشان دول 5 كيلو ليمون او 4 كيلو ليمون. تعالوا دلوقتي بعد ما فضينا كده كيسين الملح اهو بالشكل الجميل دوت، هنركنه كده على جنب بالملح بتاعه. انا معلش لبست كده في لفظ كده عشان ايه اقلب بيه. ماشي، معايا دلوقتي ليمون وبروح جاي مفتحاه واحطه في الكب. الليمون ده مش هيتقطع، الليمون دوت لما بتحطيه في الكبه بيتعصر مش بيتقطع، اهو بيتعصر كانك عصراه بالمعصره او بايديكي او بعصره الليمون. بصوا صدقوني هيطلع دلوقتي، هتشوفوا بنفسكم، مش محتاجه ان انا ايه ابرر لكم ولا اقول لكم حاجه. دلوقتي هتشوفوا بنفسكم بعد ما بنزل كده
بالليمون. شايفين كميه الميه اللي نزلت منه، وشايفين لما ضربناه شايفين القشره طالعه واحده بوحدتها ازاي، ولا تقطع ولا اتعمل. احنا لما حطيناه في الكبه طلع بالطريقه ديت. انا عايزه الميه بتاعته، كميه الميه بتاعته، وعايزه القشر كمان. تعالوا نشوف دلوقتي. هنقلبه كده مع الفلفل مع الملح، وهنجيب دلوقتي كوبايه خل ونجيب كوبايه زيت، ماشي، واحطهم دلوقتي. معايا كوبايه خل اهي، وهنحط كمان كوبايه زيت، ماشي اهو. حطيناهم كده وبنقلب الكلام ده كله مع بعضه كده يا جماعه اهوت. وهجيب الليمون بتاعنا المسلوق، هجيب الليمون المسلوق بتاعنا ونروح نازلين بيه كده في قلب الفلفل بتاعنا، ماشي. وهصفيه من الميه، بس الميه اوعي تدلقيها، اوعي الميه تدلقيها. الميه احنا محتاجينها عشان احنا عايزين الميه ديت، عشان هي اللي هتشاركنا النهارده الحاجه بتاعتنا. والاخر يا حبيبتي ايه بقى دلوقتي، بعد ما حطينا الليمون كده بالطريقه ديت في الفلفل الاحمر والزيت والخل، تعالوا هنقلب الكلام ده كله في بعضه. وبعدين نروح جايين شايفين نجيب البرطمانات بتاعتنا، وتعالوا بقى نعيش كده مع الليمون بتاعنا اهو. قلبنا الكلام ده كله في بعضه كده، شايفين اهو. قلبنا الكلام ده كله في بعضه بالطريقه ديت. شايفين شكل الليمون عامل ازاي؟ شكله جميل جميل جميل. تعالوا هنجيب البرطمانات بتاعتنا بعد ما غسلناها وجففناها، ومعانا الشطه بتاعتنا فتحناها بالطريقه ديت اهي. نروح حاطين نص الشطه تحت، نصها بالظبط تحت، ونروح جايين حاطين عليها ايه بعد ما فتحناها كده بالطريقه دي. بعد ما غسلناها بنحطها وبنروح حاطين عليها ايه، نحط عليها الليمون، ماشي، بالشكل الجميل دوت اهو. حطينا عليها الليمون كده اهوت كده. ومعايا بقى الميه بتاعت الليمون اللي احنا سلقنا فيها الليمون، مش هترميها. احنا قلت لكم السر بتاع الليمون في الميه دي، في الميه بتاعته، اوعي ترميها ديت، بتخسرك جامد 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 لو رميتي الميه بتاعته. خلاص كده احنا عبيناه. وتعالوا نشوف الميه دلوقتي بتاعته، برضو بنحط فيها حبه ملح. لازم تملحيها، يعني لازم تملحي الميه بتاعت الليمون ديت اللي انت سلقتي فيها الليمون، هنملحها. وتعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه تاني. خلاص كده تعالوا بقى. لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. جبنا الميه كده يا جماعه، ورحت جايه مملحاها كده، حطيت فيها حبه ملح، ورحنا جايبين الكبشه بتاعتنا. وتعالوا نشوف دلوقتي نحط بقى على الليمون بتاعنا كده الميه بتاعته منه فيه، يعني بيتخلل منه فيه، يعني احنا مش بنجيب له ميه من بره، هو يا دوبك بنقلب الفلفل معاه وبنجيب الميه بتاعته اللي هو اتسلق فيها، وبنروح نازلين عليه كده في قلب البرطمان بالشكل الجميل دوت. ملينا دوت اول برطمان، ولسه كمان معانا فلفل، ومعانا شطه، ومعانا كمان ليمون بالخلطه بتاعته. وتعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه تاني. ملينا كده يا جماعه اول برطمان، غطينا بيه الميه بتاعتنا كده الجميله ديت، والقشر دوت اللي احنا عملناه عصرناه بنحطه على الوش، وبحط عليه حبه زيت من على الوش. وخلاص كده بنروح جايين ايه قافلين عليه بالطريقه ديت، مفيش اكتر من كده. عايزين نعرف الميه بتاعته حدقه حلو ولا مش حلو، بعد 4 ايام بالظبط بتفتحي عليه وتدوقي الميه. لقيتي الميه مظبوطه خلاص، لقيتيها دلع بتحطي له حبه ميه حبه ملح من على الوش وتقفلي عليه، مش ضروري تقلبيه، بتحطي بس حبه ملح من على الوش وتقفلي عليه. ايه رايكم في الفيديو بتاعنا النهارده؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم.